أنا اسمي شروق وعندي 30 سنة، واتجوزت ابن عمي من 8 سنين وما عنديش ولاد، وساكنة في بيت العيلة بتاع أهل جوزي اللي هو يعني بتاع عمي وولاده. وكل واحد من اخوات جوزي عايشين معانا في نفس البيت، يعني كل واحد ساكن في دور لوحده. وعيلة جوزي عيلة كبيرة وميسورة ماديا، والحمد لله عايشين في مستوى كويس قوي، وكلهم شغالين في تجارة المواد الغذائية، هي دي شغلانة حماية اللي هو يبقى عمي يعني. وولاده كمان من بعد ما خلصوا الجامعة اشتغلوا معاه فيها، والشغل مشي كويس الحمد لله. ولاد عمي الحمد لله كبروا التجارة، وكل العيلة بقت تشتغل نفس الشغلانة، وبرضه كلنا ساكنين في نفس البيت، واحنا من محافظة فلاحين صغيرة. وبصراحة أهل جوزي طول عمرهم كويسين معايا، وكانوا بيعاملوني كأني بنتهم بالظبط. ولما أنا وجوزي اتجوزنا وعدت علينا فترة ولقينا إن أنا ما بحملش، رحنا لدكاترة كتير وكلهم قالوا إن جوزي سليم، لكن أنا اللي محتاجة العلاج، يعني المشكلة كانت من عندي أنا. وفضلت 3 سنين بتعالج علشان أخلف، لكن برضو ما حصلش حمل، وكان الطبيعي إن جوزي يتجوز عليا واحدة تانية علشان يخلف منها، لكن هو ما طلقنيش وفضلت على ذمته، ولحد النهاردة أنا لسه متجوزاه برضو على ذمته. واللي جوزي اتجوزها ساكنة معانا في نفس البيت برضو، لكن هي في الدور اللي فوق لوحدها. والمفروض إنه بعد ما اتجوزها كان يعدل ما بيني وما بينها زي ما وعدني، لكن للأسف ده ما حصلش، لأنه لما اتجوزها من 5 سنين وما بينها زي ما وعدني. لكن للأسف ده ما حصلش، لأنه لما اتجوزها من 5 سنين وما بينها زي ما وعدني. لكن للأسف ده ما حصلش، لأني وما بينها زي ما وعدني. لكن للأسف ده ما حصلش، لأني وما بينها زي ما وعدني. لكن للأسف ده ما حصلش، لأني وما بينها زي ما وعدني. لكن للأسف ده ما حصلش، لأنه لما اتجوزها من 5 سنين وما بينها زي ما وعدني. لكن للأسف ده ما حصلش، لأنه لما اتجوزها من 5 سنين وما بينها زي ما وعدني. لكن للأسف ده ما حصلش، لأنه لما اتجوزها من 5 سنين وما بينها زي ما وعدني. لكن للأسف ده ما حصلش، لأنه لما اتجوزها من 5 سنين بقى يقعد عندها أكتر بكتير ما بيقعد عندي، وكمان كان بيبات عندها أكتر، وكان بيقولي إن هو بيعمل كده بس لحد ما تخلف، وبعد كده هيبقى يقسم الأيام ما بينا. لكن من بعد ما خلف منها ما قللش قعدته عندها، بالعكس ده بقى يقعد عندها أكتر، لأنها خلفت له في ال5 سنين جواز دول 3 عيال. وطبعا لما خلف العيال دول وهو كان مشتاق أصلا للخلفة، بقى مشغول بيهم، بقى يهمني كتير قوي، وعياله دول بقوا كل حياته وبقى نور عينيه، وما بقاش شايف غيرهم أصلا، وبقى يهمني جدا. ومع الوقت بقيت أشوفه يوم واحد بس في الأسبوع، وحتى اليوم اللي كان بيجيلي فيه تليفونه ما كانش بيبطل رن خالص، لأن مراته التانية كانت بتفضل تكلمه، وكمان بتخلي عياله يكلموه كتير، ولازم بقى تطلع له بأي حاجة تشغله بيها. مرة تقوله الولد الكبير سخن، ومرة تقوله تعبان، ومرة تقوله الولد الصغير وقع، وتقعد تشغله بأي حاجة، المهم إن هي تخليه يسيبني ويطلع عندها علشان يشوف العيال. ولما كان بينزل من عندها كان بينزل آخر الليل على النوم، وأوقات كتير كمان كان بيكلمني وهو فوق عندها ويقولي إنه مكسل ينزل وخلاص بقى هيبات مع العيال. وأنا كنت حاسة وقتها إني كأني مش متجوزة خالص، وطلبت منه الطلاق، لأن مش ذنبي برضو إن أنا مش بخلف، لأن يعني من أول ما اتجوز مراته التانية دي من 5 سنين وهو ما بقاش يجيلي غير قليل قوي. وأهلي لما عرفوا إن أنا طالبة الطلاق قالوا لي ما ينفعش كده، لأن أنا لو اتطلقت فرصتي في الجواز هتبقى قليلة، علشان يعني أنا مش بخلف، وقالوا لي كملي في جوازك ده أحسن وعيشي وخلاص، وهو أكيد مع الوقت هيحس بقيمتك وهيتغير. وعلشان جوزي ده ابن عمي، فعمي كان بيحبني قوي، واتكلم مع جوزي كتير ونصحه يعني إن هو يبقى كويس معايا، وكل مرة جوزي كان بيوعده إن هو هيهتم بيا أكتر، لكن ما كانش فيه أي حاجة بتتغير. وأنا الحمد لله كانت علاقتي كويسة قوي بعمي ومراته وبكل الناس اللي في البيت، لكن كان ليا واحدة من سلايفي كنت برتاح قوي معاها في الكلام، وهي تبقى مرات أخو جوزي الكبير. كنت بطلع ساعات كتير أقعد معاها ونتكلم سوا واشتكي لها حالي، وهي برضو كانت بتفضفض لي وتشتكي لي من جوزها. هي طبعا علشان متجوزة أخو جوزي الكبير فهي كبيرة وولادها كبار، ولادها كان في منهم اللي في الجامعة وفي منهم اللي في ثانوي، وكان عندها ابنها الكبير اسمه وليد، وده عنده 19 سنة.
وكان في أولى كلية وكان شاطر في المدرسة بتاعته وكان ذكي. وأنا لما كنت بعوز أشتري أي حاجة من برا كنت على طول بطلبها منه يجيبها لي معاه وهو راجع، على اعتبار يعني إن هو بيعمل لمامته المشاوير دي وبيجيب لها برضه حاجات كتير زي اللي كان بيجيبها لي. أنا كنت بعتبره في الأول كده كأنه زي أخويا الصغير، وما كنتش أعرف إن هو بيقعد يسمعني لما كنت بروح عندهم البيت وبشتكي لمامته من جوزي. أنا كنت بقعد أحكي لها إزاي جوزي مقصر معايا، وما كنتش ببقى واخدة بالي إن وليد يعرف عني وعن مشاكلي كل حاجة. وفي يوم كده كنت جايبة موبايل جديد وما كنتش عارفة استعمله ولا كنت فاهمة فيه قوي، فطلعت عند سلفتي وقلت لها اسألي وليد كده إذا كان يعرف يفهمني استعمل التليفون ده إزاي. وبصراحة هو كان شاطر قوي في المواضيع بتاعة التليفونات واللابتوب والحاجات دي، فقعد معايا وعلمني كل حاجة في التليفون وفهمني استعمله ازاي. لكن بعد كده انا لقيته بيتصل بيا لانه طبعا كان معاه رقمي، وكان بيسألني لو عايزة حاجة يعملها لي او يجيبها لي معاه ولا لأ. وبعد كده بقى يبعتلي على الواتس كل يوم يصبح ويمسي عليا ويقول لي انا مش عارف ازاي عمي يبقى متجوز واحدة ست حلوة زيك كده وقمر ويسيبها كده ويروح لمراته التانية. ده انا يا ريتني اتجوز واحدة بس في نص جمالك. وانا بصراحة لما كنت بسمع منه الكلام ده كنت بحس اني مبسوطة قوي، وكانت مكالماته بتبقى مالية عليا حياتي في الوحدة اللي كنت عايشة فيها. اصل الوحدة اللي انا كنت فيها كانت صعبة قوي لاني برضو ما كنتش بشتغل وقاعدة فاضية طول النهار لوحدي. انا في الاول كنت باخد كلام وليد بهزار لانه بالنسبة لي برضو عيل، لاني عندي 30 سنة وهو عنده 19 سنة، يعني هو اصغر مني ب11 سنة. لكن مع الوقت بقى كل يوم بيكلمني في التليفون من غير ما اهله ما يعرفوا. وفي الاول كان كلامنا بيكون كلام عادي، يعني كان بيسأل عليا وبيسألني لو محتاجة اي حاجة يجيبها لي وهو جاي من بره، ويسألني يعني عن اخباري ويسألني اذا كنت متخانقة مع عمه ولا لأ. يعني كلامنا كله في الاول كان بيبقى عادي زي اي كلام الناس بتتكلم فيه. لكن بعد كده الكلام ما بينا بدأ ياخد سكة تانية واتطورت علاقتي بيه جدا، وبقيت انا وهو بنحب بعض قوي قوي. ومع الوقت بقى يحصل ما بينا تجاوزات، والكلام ما بينا اتطور في التليفون وبقى في ما بينا تجاوزات كبيرة في الكلام. والاول الكلام ده كان بيبقى في التليفون بس، وبعد كده بقى يجيلي الشقة بأي حجة وخلاص ويقعد معايا براحته ويحصل ما بينا كل حاجة زي المتجوزين بالظبط. وفضلنا على نفس الحال كذا شهر ومحدش حس بينا لأن طبعا وليد كان ساكن في نفس البيت، ومن الطبيعي ان هو يفضل نازل طالع في البيت براحته ومحدش بيبقى عارف هو بيدخل انهي شقة. وانا حاولت كتير قوي اني اوقف اللي انا بعمله ده لاني عارفة ان كل اللي انا بعمله ده غلط وما ينفعش، لكن بصراحة الظروف اللي انا عايشاها دي ما ساعدتنيش على كده. ولما طلبت من وليد ان احنا نوقف كل اللي احنا بنعمله ده وكل واحد فينا يخليه في حاله ونوقف خلاص ان هو يجيلي وكمان نوقف المكالمات، هو طبعا رفض ومرضاش ابدا، وقال لي ان هو بيحبني وما يقدرش خالص يبعد بعيد عني. وانا بصراحة على طول بضعف قدام كلامه لاني بحبه قوي وبرضه ما اقدرش استغنى عنه، لكن برضه بقوله ما ينفعش اللي بيحصل ده واخرة اللي احنا بنعمله ده ايه. فهو يقولي خلينا كده لحد ما اخلص الكلية بتاعتي واشتغل، ووقتها لازم تطلقي من عمي وانا هتجوزك. لكن وليد في اولى كلية ولسه قدامه سنين على بال ما يخلص، وحتى لو خلص الدراسة بتاعته واشتغل وانا اتطلقت اكيد اهله طبعا هيرفضوا ان هو يتجوزني لاني مرات عمه اكبر منه ب11 سنة ومش بخلف، فاكيد جوازي انا ووليد هيبقى مستحيل طبعا. انا حاولت كتير ابعد عن وليد وابطل كل اللي بيحصل، لكن مش عارفة خالص ابعد بعيد عنه لانه على طول بيعرف يخليني ارجع له تاني، ويمكن على طول برجع له تاني علشان ظروف العيشة اللي انا عايشاها وظلم جوزي واهلي ليا. انا بحب وليد قوي ومش عارفة ابعد بعيد عنه بالرغم من اني عارفة ان كل اللي بيحصل ده غلط. انا عايزة اتطلق من جوزي وابعد بعيد خالص عن البيت وعن وليد كمان، واهلي مش موافقين خالص اني اتطلق، ووليد معرفش ازاي مقتنع ان هو بعد ما يخلص الكلية بتاعته ينفع يتجوزني. انا مش عارفة اعمل ايه ومحتارة قوي قوي وهتجنن من التفكير، ونفسي الاقي حلول للمشاكل اللي انا فيها دي. وحكيت لكم حكايتي علشان تفكروا معايا وتساعدوني، ارجوكوا قولولي على حلول وساعدوني. دي الحكاية اللي كانت معانا النهاردة، وصاحبة الحكاية مستنية رأيكم في التعليقات، ياريت تساعدوها وتكتبوا رأيكم.
وياريت تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة.